ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده هو فيلم ازاي تخلي البنات تحبك، وهو يعتبر اكتر حاجه مشهوره في الاغنيه بتاعته. فتعالوا بينا نشوف الفيلم ده. بيبدا الفيلم باننا بنشوف عاطف وعلي رايحين اكاديميه سياحه وفنادق ايام ما كان في سياحه وفنادق. المهم بيدخلوا الامتحان وبيتسالوا من اللجنه، وبنشوف رد هاني سلامه السلس في الانجليزي ورد احمد عيد السيء بسبب ضعف اللغه عنده. بعديها بنشوف علي بيعزف على الجيتار ويغني والناس كلها ملمومه حواليه، وانا بقول يا كذابين يا اوغاد صوته وحش، انتوا مستمتعين بايه؟ عندكم فتش العذاب. المهم بعديها بتحصل خناقه في الكافيتيريا وعاطف بيتضرب، ونلاقي علي قام والدب طخ. وبعديها بنشوف وليد والشله بتاعته والبنات، وعلي وعاطف راحوا لمكتب العميد يقول لهم اي حاجه من دي لو اتكررت تاني مش هيحصل كويس. بعديها بنشوفهم في حصه الاتيكيت، وانه قد ايه الاتيكيت حاجه راقيه، وهو اصلا كل حاجه فيه موجوده في الدين الاسلامي بتاعنا. دي اداب مثلا، اداب التعامل، بس لازم الانبهار بكل ما يقدمه لنا الرجل الابيض. بعديها بنشوف عاطف بيقول لعلي انه يكلم ندى علشان يظبطها، وفعلا بيروح ولكن النضاره بتقع منها وبيشوف عينيها ويعجب بيها وهي بتعجب بيه. بيطنش صاحبه ونعم الصحوبيه يا علي. وبنشوف عاطف مكتئب، ووليد والشله بتاعته بيستغلوا الموضوع ده علشان يوقعوه بالكلام، وفعلا بعتوا الشات بتاعه هو واماندا لندى. بنشوف ندى متضايقه منه، وعاطف راح علشان يشرح الموضوع ليها ويفهمها اللي حصل، وفعلا بتفهم. وندى بتيجي نازله من على السلم ويمسك ايديها وتقول له لو سمحت مش باللمس، في حاجه اسمها بوج، ولا ما كنتش قاصد. المهم بتسامحوا فعلا. بعدها بنشوف عاطف لابس كلاون وبيرقص مع بوسي علشان تعجب بيه. بعدها بنشوف شله وليد بيعملوا مقالب فيهم، زي ان هم يحطوا شطه في العصير اللي هيقدموه للجست، انهم يغيروا وفتة الحمام علشان عاطف يخش الحمام الغلط. بعدها وليد زق ميرنا على علي على انها تروح ليه الاوضه علشان يوري اللي هيحصل لندى بس، ولكن طلع انه بيوري الجامعه كلها. بعدها ميرنا عرفت اللي حصل وصعبت عليها نفسها، وراحت قالت للقبطان اللي حصل وعرفت ندى. وعلي وعاطف وندى وبوسي سافروا لسويسرا. شوف عاطف ان هو جاي بيقول لبوسي ان هو عايز يظبط مع الحاج والحاجه علشان يقابلوا الحاج والحاجه بتوعها، فجايه بتقول له لازم تفوق من الجنان بتاعك ده. وبعدها جايين بيغنوا اغنيه ازاي تخلي البنات تحبك. بعدها بنشوف واحد خدر ندى وخطفها، وعلي طلع جري وراه ومسكه وعرف منه فين المكان. ونشوف وليد مع ندى ولكنه سمع صوت العربيه وشان ندى وطلع يجري بيها، ولكن علي دخل وقال له مش باللمس، في حاجه اسمها بوج، ويقول له ما كنتش قاصد. ويقع وليد على الارض وعلي يضربه بالبنيات ويقول له بوج بوج، ووليد يقول له قاصد قاصد، وعلي يقول له بوج 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 بوج، وليد يقول له ويتقبض عليهم والفيلم يخلص. والفيلم لو شفته دلوقتي وليك ذكريات معاه في وقت معين هيبقى كويس، ولو ما شفتوش قبل كده شوفه مش هتخسر حاجه. لو عندك وقت وعايز تضيعه في حاجه ضيعه في الفيلم ده، شغال يعني، الفيلم مش وحش قوي. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.